السلام عليكم. يبدو أن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول بات وشيكا. يخبرنا تقرير من اليوم السابع أن ليفربول يوافق على ضم محمد صلاح مقابل مليار جنيه مصري. وفي التفاصيل أن النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب روما الإيطالي بات قريبا من الانضمام لصفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن ريدز اتفق معه على تفاصيل الصفقة. وقال بول جويس وهو صحفي في جريدة تايمز الإنجليزية إن إدارة ليفربول وافقت على التعاقد مع محمد صلاح مقابل 43 مليون جنيه استرليني، وهو ما يقترب من مبلغ مليار جنيه مصري، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات. نقرأ أيضا من موقع في الجول عن الأمر نفسه. أثار رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم روما يوم الثلاثاء ضجة حول إمكانية انتقال لاعبه إلى فريق إنجليزي هذا الصيف. صلاح قدم موسما رائعا مع روما بتسجيله 19 هدفا وصناعة 15 في كل المسابقات، مما لفت إليه عيون بعض الأندية الأوروبية. وأشارت صحيفة مترو وليفربول إيكو الإنجليزيتان إلى أن ما فعله رامي عباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء يلمح إلى اقتراب لاعبه من الانتقال إلى ليفربول. أكثر من تقرير إنجليزي ربط بين صلاح وليفربول في الأسابيع الأخيرة، كما أكدت صحيفة كالشيو ميركاتو الإيطالية أن روما رد على استفسار ليفربول حول سعر النجم المصري بأنه يساوي 50 مليون يورو. من بوابة الفجر. وفي الموضوع نفسه عاد رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح مهاجم روما الإيطالي لإثارة الجدل حول اقترابه من الانتقال لفريق ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي خلال الأيام القادمة. قام عباس وكيل أعمال صلاح بمتابعة حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع تويتر، وهو ما يشير إلى اقتراب صلاح من الانضمام للعملاق الإنجليزي. ليست هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها وكيل صلاح إلى اقترابه من ليفربول، حيث نشر رامي عباس صورة لتأشيرة لندن مشيرا لسفره خلال الأيام القادمة لمناقشة المفاوضات والاتفاق على بنود التعاقد مع ليفربول. نعود مرة أخرى إلى اليوم السابع، وفي تقارير نشرت قبل ذلك ربطت بين اللاعب وليفربول. تقرير يتحدث عن كيفية استفادة الريدز من ضم الفرعون. تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وروما الإيطالي، بعدما ألمحت الصحافة الإيطالية إلى خروج إنتر من سباق التعاقد مع الفرعون خلال الانتقالات الصيفية القادمة. في الوقت نفسه أبدى محمد صلاح موافقته المبدئية على الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي وفق ما أكدته نفس الصحيفة، وما يسهل مهمة انتقال الدولي المصري تأهل الريز إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد. ينوع يورجن كلوب مدير ليفربول طرق اللعب مع الريد، وتكرر أكثر من مرة في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، حيث بدأ بطريقة 3-3-4 ثم تحول إلى 2-4-4 و1-4-1-4 ثم 1-3-2-4 وصولا إلى 2-3-5 في مباراتين فقط أمام كريستال بالاس وستوك سيتي. ولكن كيف سيشارك محمد صلاح مع يورجن كلوب في الموسم الجديد بوجود فيرمينو وساديو ماني ولالانا وكوتينيو وفينالدو وستوريج وأوريجي؟ نحاول الإجابة على ذلك في السطور التالية. يمكن أن يلعب محمد صلاح كجناح أيمن، ويمكن أن يلعب كمهاجم ثاني، ويمكن أن يلعب كرأس حربة، وهكذا تتعدد الأدوار التي يمكن أن يقوم بها محمد صلاح في ليفربول، والتي تتوافق مع خطط مدربه يورجن كلوب. شكرا وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.